أهلا، السلام عليكم، ازيكم؟ كيف أخباركم؟ أحوالكم؟ إن شاء الله طيبين وبألف صحة وعافية. إحنا الحمد لله تمام التمام. الليلة حبيت أعمل معاكم روتين مسائي، فحسي كده في الفترة المسائية ودايرة أجهز الأكل. فهنا زي ما شايفين عندنا شوية ليمون، عندنا شوية زيت، وعندنا هنا الكاجو، وبرضه عندنا شوية توم. ممكن تنقصوا من التوم، أنا عندي 4 فصوص من التوم، وشوية بصل برضو. عاوز أعمل صوص. وهنا عندنا برضو السبانخ يا السبينش برضو، دايرة أخلطهم كلهم كده مع بعض في خلاطة عشان أستخدمهم كصوص. والنتيجة جميلة جدا جدا، لكن بس أنا ضفت الثوم زيادة عن اللزوم، فكان ممكن بس يعني أضيف زي فصين من الثوم. وبحب الصوص ده شديد. بقيت شنو بعمله حتى بالمكرونة، بغلي المكرونة وبضيف شوية جبنة، وفي بعض الأحيان بضيف شوية شمار برضو يا بندورة يا سلطة طماطم المهم، وبضيف على المكرونة الصوص ده بتطلع جميلة جدا جدا، والطعم برضو بيكون جميل جدا. فالمهم هنا الصوص، وبس ضفت شنو هنا بندير ورق الخردل. فبس هنا ضفت الصوص، وبعد ده ممكن نضيف الخضروات اللي احنا حابين. انا بس ضفت البصل هنا، وضفت شوية فلفل رومي، وهنا عندنا الكاجو برضو، بس كسرتهم شوية صغار وخلطتهم كويس مع بعض. برضو طلعت السلطة جميلة جدا. وهحسي بعد ده، بعد ما عملنا السلطة برضو دايرة أعمل شوية لحمة محمرة، لكن هنجيب شوية باذنجان أو طماطم الأسود اللي عندنا اللي كنا زارعينه برا هنا زي ما شايفين. وهنا زي ما شايفين عندنا الطماطم برضو. المهم طماطمنا نجحت السنة دي برضو، وزي ما شايفين كمية من الطماطم حتى اديت ناس بيتنا هناك ناس أم أبوي، وهنا البقية برضو. فالمهم نجحت، لكن يعني ما كمية كبيرة زي السنة اللي فاتت ولا اللي قبل اللي فاتت، لأنه برضو الأجواء كانت عندنا حارة شديد فشنو. وأنا كمان كنت مشغولة شديد في الأزمان اللي فاتت، فما لقيت طريقة إنه أسقي الطماطم بصورة جيدة. المهم الحمد لله يعني أنتجت يعني كمية كافية. والمهم هنا برضو عندنا طماطم الأسود زي ما شايفين، برضو قاموا كده كبار ما شاء الله. فالمهم بشيل لي قطعة عشان أعمل بيها الأكل. وهنا خلاص حطينا اللحمة. اللحمة أصلا يعني قطعتها صغار كده، وبعدين بس ضفتها شوية ملح أو زيتها، وبعدين ضفت شوية بودرة الثوم برضو. وهنا عندنا برضو الأسود ضفته، وبعدها بس نخلط كويس لحد ما يستوي شوية. ونجي شنو نضيف الفلفل الرومي كمان يا أي خضروات انتو حابين. ممكن برضو شوية جزر أو بروكلي برضو يعني ممكن نضيف، لكن أنا بس اكتفيت بالفلفل الرومي والباذنجان هنا الأسود. وبعد ده ضفت برضو شوية توم فريش، وضفت شوية ليمون برضو، وضفت شوية كومبا، بودرة الكومبا برضو. كده خلاص يعني بس بتركهم كده لحد ما شنو كلهم يستووا تماما، وبنكون خلصنا. فبس بعد ما يستووا بقدمها كده اللحمة مع الخضروات والسلطة، وطلعت جميلة جدا والطعم جميل. وممكن كان برضو شنو نضيف شوية رز، لكن شنو حابة إنه أخفف من الرز والعيش والأشياء زي دي، فيعني ما بنخليها مرة واحد، لكن نخفف شوية يعني عشان صحتنا برضو، وعشان ناكل healthy أكتر. فالمهم هنا ضفت السلطة كمية من السلطة، وبس جنبها هنا شوية لحمة بالخضروات دي. وكده خلاص خلصنا من أكلنا، وكانت وجبة جميلة جدا جدا ولذيذة. فإن شاء الله تجربوها وإن شاء الله تعجبكم. وبعد ده دايرة أرتب البيت طبعا في الفترة المسائية. عارفيني إنه بحب أرتب وأنظف البيت في الفترة المسائية. أول حاجة بستمتع جدا، ثم تاني لما نصبح الصباح بنصبح لبيت نظيف، ويعني بنكون كده يعني مرتاحين نفسيا أنا ذاتي، ونواصل يومنا يعني. وثم تاني ذاتي بوفر زمني لأشياء تانية خلال اليوم. المهم هنا بعد ما خلصنا قبل ما نبدأ النظافة حبيت أعمل لي شوية سكراب. قبل كده كان عملت معاكم
تقريبا قبل سنتين ولا 3 ولا السنة اللي فاتت برضو. المهم في فيديو كده كان، لكن أنا بحب السكراب ده شديد. فعبارة عن سكر بني وشوية زيت، ممكن زيت النبات يا زيت الزيتون. أنا ما كان متوفر عندي زيت الزيتون في اليوم ده، فالمهم بس ضفت شوية من زيت النبات يعني. فبس الاتنين ديل مع بعض. في بعض الأحيان ممكن تضيفوا برضو شنو شوية قهوة يا بن. أول حاجة أنا بحبب استخدام السكر البني بدل الأبيض في السكراب ده، لأنه البني ما بيدوب بسرعة زي السكر الأبيض. ثم تاني السكراب ده بخلي بشرتك ناعمة ورطبة ولامعة، وبيزيليكي كل الخلايا الميتة. وأنا شخصيا يعني بستخدم السكراب ده تقريبا بس يعني مرتين كده في الأسبوع. حابة السكراب ده ما بين كل السكرابات، لكن برضو بحب شنو أجرب سكرابات مختلفة ولا عروقات مختلفة، لكن السكراب ده بالذات بحبه جدا جدا. المهم بعد ما خلاص خلصنا كده من السكراب، آمنة ومحمد كانوا في مشوار مع أبوهم، عشان كده تركوا ألعابهم هنا زي ما شايفين. فكالعادة عاملة لهم شنط صغار كده، بالذات الألعاب اللي يعني بيمرقوها يعني من الغرفة بيجيبوها الصالة ولا المطبخ، فعندهم شنط صغيرة. فبيرتبوا ألعابهم هم براهم يعني برضو عشان يتعلموا النظام، وبعد ما يلعبوا يرتبوا ألعابهم. لكن في بعض الأحيان زي كانوا حسي طالعين لمشوار مستعجلين، فقلت لهم شنو ما مشكلة، أنا أصلا دايرة أنظف برفي الألعاب. المهم رفعت كل الأشياء الموجودة هنا في الساحة عشان نبدأ النظافة. طبعا أنا شخصيا في بعض الناس ممكن شنو النظافة بتتشاف لهم يعني حاجة كده مزعجة، لكن أنا بستمتع يعني، خاصة إنه يعني لو ما في أي إنسان تاني موجود وأنا بنظف براي ما أعرف، لكن شنو بتكيف بصراحة يعني. فعندي سبيكر صغيرون كده يعني ثابت بس قاعد هنا في المطبخ، عشان بس استخدمه لما مثلا انا بكون قاعدة هنا بنظف ولا شغالة، ولا المهم لما نكون هنا بس بستمع لأي حاجة عشان أكون شوية كده motivated يعني، بحس إنه شنو يعني أنا بستمع ما بحس بالتعب ولا بإنه أنا قاعدة أعمل في حاجة، بالعكس تماما. يا كمان برضو أبو آمنة جاب لي راديو صغيرون كده، فخدت الراديو برضو ثابت في المطبخ. بشغل بستمع الأخبار ومرات بستمع للبودكاست. بجد يعني بيساعد جدا لما يعني أنا أكون قاعدة هنا وبيزي يعني، بالذات لما قاعدة أطبخ ولا بنظف ولا كده. حتى أبو آمنة يعني بقى طوالي شغل الراديو بتكيف. المهم متذكرين البافيه ولا الدولاب الصغيرون ده، كان جبته كستورج، خطيته في المطبخ عشان أخد فيه مثلا أدوات المطبخ، وبرضو ممكن أخد شوية ديكور من فوق عليه هنا. فالمهم اللون ده جميل وأنا حبيت اللون كان، وقلت شنو ما دايرة أغيره يعني، كنت دايرة أتركه كده بس يعني وبنفس اللون. لكن ما عارفة بعد فترة حسيت إنه في عدم تناسق كده في البيت، ولا يمكن عشان الحالة النفسية وأنا بحب شنو إنه ألون أفش البيت بالأبيض. المهم قمت شنو حسيت إنه لونه داكن كده جوا البيت، فقمت لونته هنا بالأبيض وزي ما شايفين برضو اللون جميل. فكان لونته بس يعني يومين قبل اليوم ده وحبيته. فالمهم هنا كمان بنضف بس شلت الديكور ونواصل النظافة. I was lost in a city dream, and I was at home again beside the stream. Then you walked past me and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right.
you walked past me, and you saw me and smiled. I will never forget the first time when I saw you. I thought I lost my mind. Blue and faded was blown away and left behind. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. يلا كده خلاص بعد ما خلصنا من النظافة. برضو هنا عندي شوية ترتيبات، عندي شوية الصوابين والسفنس، وزي ما شايفين اتخلصت منهم كلهم، القلب كلها فاضية، فحسي بعبيهم كلهم. وبرضو عندي الشنط بتاع محمد وآمنة دايرة أغسل ليهم. And for you, there is nothing in this world I wouldn't do. I would walk 1,000 miles just to see you. I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? I hope you'll always be around, even if I fail. You are like a summer breeze that I must inhale. Is it possible for us to feel this way forever? Loving you has never felt more right. فالحمد لله كده خلاص خلصنا من نظافة وترتيبات البيت. المهم حسي دايرة أعمل روتيني المسائي، وزي ما شايفين هنا عندي الصابون المغربي بحبه شديد النوع ده بالذات، فوريتكم كان كذا مرة. وبرضه هنا عندنا غانية سكين أكتيف برضه ممتاز جدا جدا، بينظف بيرطب وبرضه بيزيل المكياج في نفس الوقت، لقيته ممتاز جدا مع بشرة وشي. وبرضه هنا عندنا السكراب اللي عملته قبل هستخدمه. وبرضو هنا استخدم شوية من الغانية سكين اكتيف، برضو النوع ده بالذات جميل برضو كماسك، بستخدمه لخلال 15 دقيقة وبيفرق تماما مع البشرة. وهنا برضو عندي ليب بام بس بستخدمه عشان الشفايف. فالمهم كده خلاص جهزتها للحمام. وبعد الحمام يا هذه المنتجات اللي برضو بحب استخدمها في الفترة المسائية. فأول حاجة هنا عندنا غانية هاند ريبير، عبارة عن لوشن للأيادي، ممتاز جدا جدا، خاصة إنه أنا بحب إنه لما أغسل مرات بغسل كده يعني بدون جوينتات، فشنو مع الكمية من الكيماويات والصوابين اليدين بتجيف شوية يعني. فالنوع ده من الهاند كريم ممتاز جدا. وبرضو استخدمت الأوردينري سيروم لبشرة وشي، واستخدمت الفنتي سكين ونيفيا نايت كريم برضو. وهنا برضو استخدمت غانية سوبر فود برضو جميل جدا للبشرة لكل الجسم. وهناك عندي برضو نوع من المسك استخدمته برضو. فالمهم كده خلاص خلصنا يومنا الليلة، وحبيت أقدم معاكم فترة مسائية خفيفة، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا معانا. ولحد المرات الجاية أشوفكم على ألف خير، مع السلامة.